السلام عليكم. هنعمل سلسلة مهمة جدا على أي حد رياضي بيهتم بالرياضة والجيم عموما. إذا كنت عايز تخس أو عايز تزيد فالسلسلة دي هتبقى مهمة جدا ليك. هنتكلم فيها على أنظمة الدايت كلها، وهنتكلم فيها على تمارين معينة وإزاي تتمرن بس أول ما أرجع من إصابة الكتف اللي عندي. كمان هنتكلم على أهم المكملات الغذائية اللي المفروض تاخدها سواء عايز تخس أو عايز تزيد أو الناس اللي داخلة بطولات عايزة تنشف. فتأكد إنك عامل اشتراك للقناة عشان توصلك الفيديوهات أول بأول، وشير الفيديوهات مع أصحابك عشان أنت تستفيد وغيرك كمان يستفيد. وأول فيديو معانا في السلسلة بتاعتنا وهي تعتبر أهم حاجة لأي واحد رياضي، وتعتبر هي كلمة السر في التخسيس أو التنشيف أو التضخيم، وهي إن إزاي تحسب سعراتك الحرارية. الحلقة دي هتبقى مهمة جدا 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 لأي حد ما بيعرفش يحسب سعراته الحرارية أو واخد إن الموضوع صعب جدا عليه. انا هسهلهولك على قد ما اقدر، لان حساب السعرات الحراريه كان بالنسبه لي صعب برضو، ومع الوقت بقى سهل، ولما خدت عليه الدنيا بقت اسهل. اي حد بيبقى عايز يخس يبقى لازم يحسب السعرات الحراريه، والعكس لو عايز تضخم او عايز تكبر. الناس اللي بتبقى وزنها خفيف وبتضخم بصعوبه لازم تعرف هي بتدخل قد ايه كالوريز او بتدخل قد ايه اكل، وتحسبه على حسب وزنك. اسئله كتير انا عارف ان هي بتدور في دماغك، شوف الحلقه دي لغايه الاخر وهتفهم كل حاجه. وسيب لي كومنت في الاخر لو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال وهرد عليك ان شاء الله. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناه يونيك. يلا بينا نبدا. كلمه السر لاي دايت انت بتعمله هو انك تحسب سعراتك الحراريه او الاكل اللي انت بتدخله في جسمك، هو قد ايه اكل انت بتدخله في جسمك اساسا. طيب واحدة واحدة كده خلينا نعرف الأول يعني إيه سعرات حرارية. السعرات الحرارية ده يعتبر مصدر للطاقة. السعرات الحرارية بتيجي من الأكل. أي حاجة إحنا بناكلها بيبقى ليها عدد كالوريز. يعني أنت حتى كيس الشيبسي لو جيت بصيت عليه من ورا يقولك كل 10 جرام ليها كام كالوريز. أنا برفع دراعي كده يبقى أنا كده بحرق طاقة، بحرق كالوريز من اللي في جسمي. انا ما اقدرش اعمل باي ممارسه او اي حاجه طول اليوم غير لما يكون في كالوريز عندي في جسمي اقدر احرق. الكالوريز دي زي ما قلنا احنا بناخدها من الاكل عن طريق الكربوهيدرات او الدهون او الفيتامينات او البروتين. وطبعا بتختلف حساب الكالوريز او اللي انا بدخله في جسمي او اللي انا بحرقه على حسب العمر وعلى حسب الجينات بتاعتك وعلى حسب طولك وعلى حسب وزنك. طيب انا ازاي اصلا بحسب او ازاي اعرف احسب السعرات الحراريه اللي انت بتتكلم عليها دي يا عم كريم؟ هقولك، عندنا معادلة بسيطة جدا ازاي بنحسب منها السعرات، وهم عبارة عن طرفين. اول حاجة الاكتيفيتي فاكتور او معدل النشاط في البي ام ار. البي ام ار ده اللي هو معدل الايض الاساسي على مدار اليوم. انت لما بتنام فانت بيبقى بيحسب لك بي ام ار، لما بتتحرك بيبقى ليك بي ام ار، لما بتجري بيبقى ليك بي ام ار معين، وهكذا. طيب اختصار لايه البي ام ار دي؟ اختصار لبيزك ميتابوليك ريت، يعني الطاقة اللي انت بتستهلكها على مدار يومك كله. طيب احنا لو جينا بصينا للمعادلة قلنا اللي هي الاكتيفيتي فاكتور في البي ام ار. نمسك حاجة البي ام ار دي اصلا اللي احنا قلنا البيزك ميتابوليك ريت بتتحسب ازاي؟ بتتحسب عن طريق حاجتين. اول حاجة الانبادي، والانبادي لازم يتعمل في مركز تغذية او في جيم محترف او جيم كويس، ما يبقاش اللي ب5 جنيه ولا ب10 جنيه في الصيدليات، ده كله ملوش لازمه او كلام فارغ. الانبادي اللي بيبقى موجود في مركز التغذيه او الجيم ده بيبين لك قد ايه انت وزنك قد ايه. طبعا انت بتديله شويه معلومات، طولك، طبعا بتحسب وزنك، ويقول لك انت معدل الحرق عندك ايه والمفروض تزيد قد ايه وتخس قد ايه عشان توصل للوزن او التارجت بتاعك. ده الانبادي. تاني حاجه وهي حاجه اسمها ميلفن ايكويشن. ميلفن ايكويشن دي عباره عن معادله طويله جدا كده، هسيبها لكم تحت، هسيبها لكم قدام الشاشه دلوقتي. دي انت المفروض بتدخله شوية معلومات، طولك ووزنك والتارجت بتاعك وكده، والمفروض المعادلة دي في الاخر بتطلع لك السعرات الحرارية بتاعتك اللي انت المفروض على جسمك الاساسي. طيب كده انا عرفت البي ام ار بتاعي عن طريق ميلفن ايكويشن او الانبادي. الرقم ده كده هركنه على جنب. اروح بقى للاكتيفيتي فاكتور، والاكتيفيتي فاكتور ده بيبقى على حسب، هي بتبقى ارقام ثابتة، بتبقى على حسب كل واحد والاكتيفيتي بتاعته على مدار اليوم. يعني مثلا لو انت واحد ما بتمارسش رياضه، ما عندكش وقت، انت مجرد بس ان انت قاعد في البيت، فانت الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك عباره عن 1.2. طيب انت واحد نشيط شويه وابتديت تتحرك او بتروح الجيم من مره ل3 مرات في الاسبوع، فانت كده الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك 1.3. طيب انت الاكتيفيتي بتاعتك دلوقتي زياده شويه وبقيت بتروح الجيم او بتلعب رياضه من 4 ل5 مرات في الاسبوع، فانت كده الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك 1.5. هنعلى شويه بالليفل او بالاكتيفيتي بتاعتنا وبنروح الجيم او بنلعب رياضه من 6 مرات ل7 مرات في الاسبوع، يبقى انت كده الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك 1.7.
طيب انت دلوقتي واحد عندك بطولة وبتلعب مرتين في اليوم او 3 مرات على مدار اليومين، فانت كده الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك عالية جدا، فانت كده تتحسب ان هي ب1.9. يبقى كده هي دي الاكتيفيتي فاكتور والارقام الثابته اللي احنا عرفناها. انت تعرف انت الاكتيفيتي بتاعتك في انهي بوينت من البوينتس اللي احنا قلناها من شويه، وتضربها في الرقم اللي طلع لك من الميرفين ايكويشن او الرقم اللي طلع من الانبادي، وهليكن مثلا هيطلع لك في الاخر 2500 او 2000 كالوري. يبقى هو ده الرقم بتاعك او الكالوريز بتاعتك اللي جسمك المفروض يدخلها، ولو دخلها على قدها بالظبط انت كده ولا هتخس ولا هتزيد. طيب ال 2000 كالوري او ال 2500 كالوري، الرقم اللي طلع لي ده عباره عن ايه؟ السعرات الحراريه دي او الكالوريز دي عباره عن حاجه اسمها مايكرو نيوتريشن. ايه هي المايكرو نيوتريشن؟ ده هيوصلنا للبوينت اللي بعد كده اللي هي طريقه حساب الكالوري. المايكرو نيوتريشن دي عباره عن الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحيه او الفاتس عموما، هي دي المايكرو نيوتريشن. انت لو جيت بصيت لاي منتج انت بتاخده من ورا هتلاقي مكتوب عليه من ورا المايكرو نيوتريشن بتاعتك، وكل حاجه يقول لك 10 جرام مثلا من البروتين، 50 جرام من الكربوهيدرات، وهكذا. انت لو جيت تحسب المايكرو نيوتريشن بتاعتك او حسبت الكالوريز بتاعتك في كل اكله، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك مرهق جدا. عشان كده في ابلكيشن احنا كلنا بنستخدمه او اغلب الناس اللي بتلعب جيم كلنا بنستخدمه، هو ماي فيتنس بال. ماي فيتنس بال بيختصر عليك كل الكلام ده كله. انت بتدخل فيه وزنك وطولك والتارجت بتاعك، وهو بيحسب لك حتى انت الكالوريز بتاعتك قد ايه بالظبط. مجرد ما بتحسب الكالوريز بتاعتك قد ايه، فانت بتدخل الوجبه بتاعتك. انت بتبقى عارف مثلا انا هاكل 3 بيضات او 100 جرام رز او ربع كيلو فراخ، انت بتدخلها وهو بيحسبها لك اوتوماتيك. يقول لك انت كده اخدت 50 جرام بروتين او 40 جرام كربوهيدرات وهكذا، ويقول لك انت باقي لك قد ايه في اليوم. فبيحاول يوصل او يسهل عليك حساب انت بتدخل قد ايه في اليوم من الكالوريز او من المايكرو نيوتريشن بتاعتك. النقطه اللي بعد كده ان انت لو عايز تزيد في الوزن، فانت بتحاول تزود على الكالوريز بتاعتك او الرقم اللي بيطلع لك، مثلا 500 كالوري او 1000 كالوري على الكالوريز بتاعتك. طيب لو عايز تخس برضو نفس الكلام، بتقلل حوالي من 500 كالوري ل 1000 كالوري عن المايكرو نيوتريشن بتاعتك او من الكالوريز بتاعتك. يعني سي مثلا انا حسبت الحسبه بتاعتي او ماي فيتنس بال طلع لي ان انا الكالوريز بتاعتي عشان وزني يبقى ثابت 2500 كالوري. انا دلوقتي عايز اخس، عايز اقل عن الوزن بتاعي، فانا بحاول اقلل الكالوريز بتاعتي ل 2000 كالوري. فانا بقلل الوزن بتاعي او التارجت بتاعي ل 2000 كالوريز. يبقى انا كده افضل لمده شهر او شهرين على 2000 كالوريز هلاقي نفسي نزلت. والعكس صحيح، لو انا دلوقتي جسمي رفيع وبلعب جيم وباكل وما بتخنش، لا انت مش حاسب الكالوريز بتاعتك. عشان كده انا قاصد ان انا اخلي اول حلقه في السلسله بتاعتنا ازاي تحسب الكالوريز بتاعتك. انت لازم تعرف انت مثلا هتلاقي انت نفسك رفيع، يبقى الكالوريز اللي هتدخلها على حسب وزنك 1500 كالوري مثلا، فانت لازم تعلي الكالوريز بتاعتك لان انت اصلا معدل الحرق بتاعك عالي جدا، فانت تعلي الكالوريز بتاعتك ل 2000 او 2500. حاول كده ان انت تاكل في اليوم، ما تجيش تقول لي انا باكل والله وما بتخنش، لا انت ما بتاكلش. انت لو جيت حسبتها هتلاقي نفسك مش جايب ال 1200 كالوري 1500 كالوري طول اليوم، لا انت المفروض تزود 2000 كالوري او 2500 كالوري، هتلاقي نفسك مع الوقت ابتديت تزيد. طيب انت دلوقتي دخلت على البرنامج وان انت متارجت ان انت عايز تزيد في الوزن. طيب انا اخد قد ايه مايكرو نيوتريشن من الكالوريز بتاعتي عشان ازيد في الوزن؟ انت ممكن لو دخلت في السيتنج بتاعت البرنامج ممكن تعمل اديت او في السيتنج نفسها وتحدد الفاتس والكربوهيدرات والبروتين اللي انت تدخلهم او تظبط البرنامج بيهم، عشان لما تدخل الاكل بتاعك يجيلك ان انت باقي لك مثلا كام كالوريز في الفاتس او كام كالوريز في البروتين والكارب وهكذا. فنمسك اول حاجه البروتين عشان تزيد لازم تدخل في جسمك من 1.5 جرام ل 2 جرام من كل كيلو في جسمك. يعني مثلا لو انت 60 كيلو فانت مثلا تضرب 2 في 60 يبقى انت تدخل على مدار اليوم 120 جرام بروتين، وهكذا على حسب وزنك. اما بالنسبه للفاتس فالناس اللي عايزه تزيد فهتهتم بالفاتس شويه، ومش اي فاتس، لازم الدهون الصحيه هتبقى حوالي 80% من الكالوريز بتاعتك كلها فاتس، واللي هيتبقى من سعراتك الحراريه كلها هتبقى كربوهيدرات. يعني مثلا لو احنا قلنا سعراتك اللي انت هتزودها 2000 كالوري او 2500 كالوري، احسب 80% منهم هيبقى عبارة عن فاتس، او ممكن نخليهم فاتس وكربوهيدرات على حسب انت برضو نظام الاكل او نظام الدايت اللي انت داخل بيه. وهتلاقي بقية الكالوريز بتاعتك عبارة عن بروتين زي ما قلنا 1.5 جرام ل 2 جرام من كل كيلو في جسمك.
يبقى اول حاجه ناخدها اللي هي اهم حاجه لاي لعيب في الجيم، البروتين. تحسب البروتينات بتاعتك وشوف اللي هيتبقى من الكالوريز بتاعتك، تخلي 80% فاتس والباقي كله كربوهيدرات. طيب انت لو عايز تنشف هيبقى هتدخل بروتين في جسمك من 2 جرام ل 2.5 جرام من كل كيلو في جسمك، وعرفنا ازاي بنحسبها. وهتخلي الفاتس من 20% ل 30% من بقية السعرات الحرارية، والباقي كله كربوهيدرات. طبعا لما بتكلم عن الفاتس ما بتروحش تجيب لي همبرجر او تروح لي تجيب لي بيتزا، لا، الفاتس اللي هي الدهون الصحية اللي هي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، صفار البيض، وهكذا. نفس الكلام الكربوهيدرات، ما تجيش تاكل عيش كتير او تيجي تاكل مكرونة بالصلصة مثلا، لا، الكربوهيدرات يبقى كربوهيدرات نظيف اللي هو زي الرز المسلوق، المكرونة المسلوقة، عيش بلدي يبقى رغيف واحد بس على مدار اليوم، هو ده الكربوهيدرات نضيف. طبعا اللي انا بتكلم فيه ده يعتبر حاجه من ضمن الحاجات اللي هو البالانس دايت، اللي هو الدايت البدائي جدا، لكن في انواع دايت كتير جدا هنتكلم عليها. انا اوريدي عامل بيها سلسله البي اس ام اف دايت والكيتو دايت، وهنتكلم عن الكارب سايكل واللو كارب، وهنتكلم على كل ده في حلقات جايه. طيب بعيدا عن البروتين والكربوهيدرات والفاتس، في مايكرو نيوتريشن برضو مهمه جدا لازم تدخلها في يومك. عندنا اول حاجه زي البوتاسيوم لازم تدخل في يومك من 3600 ل 4200 ملي جرام في اليوم. والصوديوم اللي هو ملح الطعام، وانا انصح بملح الهيمالايا مش ملح الطعام العادي، 2300 ملي جرام في اليوم. وفي كمان من المايكرو نيوتريشن المهمة جدا الزنك، وبيكون من 15 ل 50 ملي جرام في اليوم. والكالسيوم برضو من 1200 ل 1500 ملي جرام. وبرضو يعتبر المغنيسيوم من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تدخلها من ضمن المايكرو نيوتريشن بتاعتك. في ناس الدايت او حساب السعرات الحرارية مهما عملت مجهود ما بيأثرش فيها او ما يأثرش فيها بسهولة. الناس اللي ممكن الدايت والحساب والجيم والحاجات دي كلها ما يأثرش فيهم زي الناس مرضى السكر. الناس دي لازم تتابع مع دكتور تغذية متخصص عشان يقدروا يوصلوا للتارجت اللي هم عايزينه. برضو الناس اللي ممكن الكلام ده كله ما يأثرش فيهم الناس اللي عندهم الغدة الدرقية فيها مشكلة. الغدة الدرقية ممكن يبقى فيها مشكلتين، يا إما خاملة يا إما نشطة جدا. الخاملة يعني انت مليان ومش عارف تخس، مهما تعمل دايت مش عارف تخس. ولو انت عندك مشكلة في الغدة الدرقية يبقى انت الغدة الدرقية عندك خاملة، فانت لازم تتابع مع دكتور. والعكس صحيح، الناس اللي عندها غدة درقية نشطة جدا، انت مهما تاكل في اكل فانت الغدة الدرقية شغالة وبتحرق، فانت مش عارف تتخن مش عارف تزيد، برضو لازم تتابع مع دكتور. ثالث نوع من الناس دي الناس اللي عندها مرض النقرس، اللي هي ما بتقدرش تاكل كتير، ما عندهاش طقطان للاكل او بتشبع بسرعة، برضو لازم يتابعوا مع دكتور عشان يقدروا يوصلوا للتارجت اللي هم عايزينه. برضو الناس اللي بتتابع مع نظام الكارب سايكل او اللو كارب لفترة طويلة جدا، وانت اخدت جسمك على نظام معين فترة طويلة ومفاجئتوش باي حاجة في النص يقدر يعلي معدل الحرق، فانت لو انت معود جسمك ان انت بتاخد بروتين كتير جدا ومقلل الكربوهيدرات ومقلل الدهون زي نظام اللو كارب او الكارب سايكل، فانت كده عندك معدل هرمون الليبتين بيقل، فكده معدل الحرق عندك هيقل. طيب حل الكلام ده ايه؟ هو الريفيد داي او الفري داي اللي احنا بنعمله في نص الدايت عشان اقدر اعلي معدل الحرق عندي في جسمي. وزي ما قلنا قبل كده ان الريفيد داي في الكارب سايكل او في اللو كارب لازم يوم في النص بتعلي الكربوهيدرات او معدل الكربوهيدرات المسموح لك اصلا في النظام بتاعك لمدة يوم كل اسبوع، عشان تفاجئ جسمك بالاكل اللي انت بتدخله، فبالتالي لما تيجي ترجع للنظام تاني فيشتغل تاني، فانت كده معدل الحرق بتاعك هيزيد تاني. بس كده احنا كده عرفنا ازاي نحسب سعراتنا الحرارية. لو حد عنده اي مشكلة او في حساب السعرات او مش فاهم اي حاجة يكتب لي في الكومنتس تحت وانا هجاوبه. نزل برنامج ماي فيتنس بال وحاول قلب عليه شوية كده، ما بتقلب على الفيسبوك هتفهم فيه، هتدخل سعراتك الحرارية. اهم حاجة بس تبقى عارف وزنك قد ايه عشان تدخله صح، وتعرف انت متارجت قد ايه عشان تكتبه في البرنامج صح. هو كده في البرنامج هيقولك انت الاكتيفيتي فاكتور بتاعتك قد ايه، فبرضه تكتبها صح بلاش نصب، عشان يوصلك لعدد الكالوريز اللي انت المفروض تدخلها في جسمك. والبرنامج سهل جدا واعتقد الناس كلها تقدر تفهم فيه. بس كده، خلي عندك الفيديو ده مرجع ليك، واستنى فيديوهات جاية في السلسلة هيبقى فيه مفاجآت كتير. ولو عندك اي مشكلة او عايز اتكلم عليها في حلقة معينة اكتبها لي في الكومنتس، او هسيب لك لينكات التيك توك والانستجرام تحت، ابعت لي على الخاص فهعمل عليها فيديو على طول وهنزلها. ودمتم في رعاية الله.